عندنا اخطر نقطه ضعف على الاطلاق في المنتخب المغربي. عندنا اخطر نقطه ضعف في المنتخبات اللي يتاهلوا للدور 16. وتفكروا عندنا نقطه ضعف خطيره اللي الا ما تقادتش وما خدموش عليها ما نديروا والو في كاس العالم، ما نمشيوش بعيد بسببها. نقطه ضعف وحيده خطيره وخطيره بزاف، اخطر من اي نقطه ضعف اخرى. عندنا نقطه ضعف اللي ما عرفتش من كوب دافريك اللي فاتوا عندنا زادت دابا بانت كثر في كاس العالم. خليو لي في لي كومونتير قبل ما تدخلوا شنو هي في نظركم هاد نقطه الضعف الخطيره اللي عندنا حنا في المنتخب الوطني. نقطه الضعف اللي عندنا خوتي هي اننا كنوصلوا بزاف للبوطو ولكن ما كنماركيوش. اي واحد يكون فيكم متفق معايا، اي واحد دابا سولتيه في المغرب شنو بان لك في المنتخب يقول لك كنوصلوا بزاف ولكن كنزقلوا بزاف ما كنماركيوش. ما عندناش نجم. راه هذه اخطر حاجه. راه منين ما كتكونش عندك النجاعه الهجوميه راك فاس ملي كيكون عندك واحد المدافع ماشي تلهي، ولكن يقدر واحد النهار يدير نهار الطوف ديالو ويصدمك وتقدر تيكيليبري. اما ملي كيكون عندك توصل للبوطو ولكن ما كتماركيش، النجاعه الهجوميه ما كايناش، كتضيع بزاف غادي تستقبل. بحال اللي طرالنا ضد هولندا والبارح، بقينا شحال من كره حاكمين بغاش يطلق السيباري والعناوي ساهله، كره بيت كره متقدمين ونلعبوا باريحيه كاع ما نعيشوا داك العصا. السيباري زقل شي 3 كواري طيط مع بوطو. يعني اخوتي عندنا نقطه ضعف خطيره. ما عرفتش كلشي عارفه، الصحافه قالوا الوهبي قالوا ليه راه كنوصلوا بزاف وما كنماركيش، قال دوا على في الندوه الصحفيه، ولكن ماشي خدمه ديال المدرب، هذه خدمه ديال المهاجمين، حيت المدرب خدمته هو يوصل لك الكار. ملي كيوصل لك كتبقى خدمه ديال هذاك المهاجم يخدم على راسو. هذوك المهاجمين عندناش اجنحه خوتي، واش كدوي على راسنا. ابراهيم دياز ما كاينش في كاس العالم، ما معاوناش. كنتمناو يكون عندنا ابراهيم دياز بحال اللي كان كيلعب في اسي ميلون. عرفتي كي كان اخوتي كيطير طياره كيقلب فرقه بعيده، اقسم بالله كنت كنجبر رجلي، كان واعر. دابا بحال كسب الوزن بزاف وتقال ولا مدكس. فاش كان مع اسي ميلون كان هذاك في كاع النواحي. ما معاوناش، كيبقى يعجن الكره، كيبقى يشد بها بزاف، ما كيعطيناش الحلول. كيعيا دغيا المدرب راك شتو خرج والاول. الخنوس كيحاول كيدير مجهود كيرجع كيعاون كيسد، ولكن راه ماشي داك الجناح اللي واو. السيباري تبارك الله عليه دابا اليوم رسميا نسينا مع البايرن، رسميا نسينا وكلشي دابا ولا لعاب ديال البايرن. كنتمنى ان شاء الله يشد الاساسيه ديالو حيت يستحق ويلعب بلاصه موسيالا، اما بلاصه هاري كين ما يمكنش اخوتي. ثاني حاجه هي انا ما فهمتش كنوصلوا 7 المرات للبورتو ولا ماركينا كنماركيو واحد. دابا كون ما طلعش عيسى ديوب قال لي دماغو خدم عقلو وفي طلة البلان هو كيضرب براسو طويل، ما بقى والو الوقت، قال اجي نطلع. ما كناش نجيبو التعادل. الكره دابا مقصير، الكره كلشي كيعير، الكره كلشي كاع ما بنادم فرحان كاع. كنسيطروا على الماتش، كنديروا فرص، كنمشيو بلي زيندو بالمليمن من اليسار، تنوع الهجمات، كندخلوا بضريبه، كنعطيو لي باس في العمق، لي سونطراج، كلشي، ولكن ما كنماركيوش. عندنا مشكل اخوتي في الفينيش. كنتمنى المدرب وهبي واللاعبين يخدموا في هاد الايامات على الفينيش، على انهاء الهجمه بطريقه احترافيه.